اول حاجه بالنسبه للقضيه ديال شيماء تيك توكر اللي هي شيماء مولاة الضحكه، غنقولوا لها الله يحسن عوانك لانك طحتي في يد نصاب محترف اللي هو الزوج ديالك اشرف، الداعم اللي كان عندك، الداعم الاكبر ديالك في اللايف، اللي ربما غيكون هذا الدعم ديالو هو احد الوسائل ديال يعني استدراج الضحايا، وكما كنقولوا بالدارجه وسيله من الوسائل اللي كيطيح بهم البنات في الشبكه. هذا النصاب الخطير اللي ما بين على نيابه حتى هرب برا البلاد، قضيتي مده في البلاد تزوجتي فيها خطبتي فيها وكل شيء، استغليتي شيماء ذات النيه الصافيه اللي رغم نصحوها الناس وجاو عند الناس، ولكن هي ما طاقتش شاقت في قلبها اللي داها لك انت الانسان واحد ما كتستاهلش، انسان نصاب. لا، والغريب في الامر انك تماديتي كثر وكثر وانتحلتي الصفات ديال كوموندو في العسكر. الله اكبر، كوموندوك في العسكر وكتطلع في اللايفات، كي درتي لها الشريف؟ كنعرفوا ان الشرطه والعسكر انتغدي عليهم المواقع التواصل الاجتماعي، انتغدي عليهم حتى اللقاءات الصحفيه، فكيفاش انت حال باج وكتدعم فيها وليت كوموندو في العسكر؟ غير على هاد الكلمه هذه حنا كنطالبوا التدخل العاجل للسلطات، ويكتفوا التعاون مع السلطات الخارجيه ويحضروك مكبل اليدين للمغرب، لانك واحد الانسان خبيث. لا الواعره الثقه في النفس وقال لك ان اي بنت بغيتها غنطيحها، باش غطيحها بالسبوعه وتماديتي غير مشيتي صاحبه السمو الملكي الاميره لاله خديجه. اش هاد الوقاحه عندك باش انك تمشي تمادى للعائله الملكيه؟ الا العائله الملكيه خط احمر. كنتمنى انكم نشوفوك عاجلا غير اجلا مكبل اليدين وجاي وراسك لتحت. كنتمنى من السلطات دير حل عاجلا غير اجلا لهذا الشخص هذا الانسان النصاب اللي نصبتي وكرفستي البنت في حياتها، انتحلتي الشخصيه وتماديتي للعائله الملكيه. شكونك انت؟ انت مواطن مغربي خبيث، لازم ضروري انك تدخل السلطه المغربيه بالتعاون مع السلطات الخارجيه ويجيبوك حاني الراس. انت اشرف زوج شيماء مولاة الضحكه او المعروفه بشيماء حقق. محمد الجن، مرحبا بك. مرحبا. تحياتي الجريدة الفضيحة. شنو رايك في العمليه النصب اللي تعرضت لها تيك توكر شيماء مولاة الضحكه من طرف الزوج ديالها اللي تزوج بها 10 ايام ونصب عليها وهرب برا البلاد وخرج كيقذف فيها في العرض ديالها؟ اخت شيماء تيك توكر معروفه بمولاة الضحكه، حنا متبعينا في السوشيال ميديا. هاد السيده الله يسهل عليها وبنت الناس ومعقوله ودرويشه. هاد السيده هذا استغل مده ديال 10 ايام، كانت ناويه مع هي المعقول والحلال كما كنقولوا. انت استغليتيها. اول حاجه انت ما بنادم ما والو، لانك لقيتي الدريه ضعيفه في القلب عندها، ونتحداك تمشي للناس الواعرين اصحاب القلوب القويه اللي ما غتقدرش عليهم. انت استغليتي البنت عوض ما تكمل مع المسيره كما كنتي موعده، وليتي انت دابا استغليتيها وخرجتي خارج ارض الوطن. شنو رايك ان في القضيه ديال ان هذا السيد هذا من بعد ما استغل شيماء وهرب برا الوطن خرجوا ليه شي اوديوات كيقول لك هو ما يقدرش يدخلوه الحبس لانه هو اصلا كوموندو في العسكر، يعني هو كينتحل الصفه. انت بعدا اول حاجه انتحلتي الصفه ديال كوموندو في العسكر، جهاز ديال العسكر او الدرك الملكي والامن الوطني المغربي والمخابرات، تحياتي لهم. هاد الناس هادو ما تنتحلش الصفه ديالهم بعدا. اول حاجه ما عندكش الحق، ثاني حاجه انت ما عندكش شي صفه ضبطيه بانك كوموندو في العسكر. انت انتحلتي الصفه الشخصيه ديال الناس ديال الجهاز ديال العسكر. الله ياخذ فيك الحق اول حاجه. ولا تمادى اكثر واكثر وقال لك هو اي بنت بغا غيتزوج بها، لدرجه تمادى وقال لك انه حتى لاله خديجه نجله الملك محمد السادس قادر يتزوج بها وغيتزوج بها. لا حول ولا قوة إلا بالله. مشيتي حتى للملكية، الملكية عندها واحد الخط أحمر ما خصكش تقرب ليها. الله يرحم لك الوالدين، الله الوطن الملك، الأسرة الملكية
حتى واحد الله يرحم لكم الوالدين ما يقرب ليهم. انت بعدا مشيتي خارج المغرب خاص تاخذ فيك الاجراءات القانونيه، ودوك الناس اللي خارج المغرب المسؤولين ديال تما يتحدوا مع هاد المسؤولين ديال هنا ويردوك للبلاد عندك وتاخذ اقصى العقوبات، لانك ضربتي الملكيه صاحبي، والملك محمد السادس بعيد عليك والاسره الملكيه بعيده عليك. وباش شكون في ملك الله حتى اي وحده تتزوج بها ما كنت شكون. اما تصحاب دابا الشيماء التيك توك حكرتي عليها كتصيفط لها السبوعه والنموره والدجاج، لقيتيها مسكينه درويشه، لقيتيها بنت الناس، وليتي باغي تنتحل الصيفه الشخصيه ديال الكوموندو في العسكر. في نظرك هاد القضيه ديال انه اللي دار مع شيماء كيصيفط لها السبوعه والهدايا هي وسيله من الوسائل ديال الاستغلال والنصب ديالو؟ هذا استغلال ونصب واحتيال. غتلقى ماشي دايره مع شيماء، تلقى دايره مع وحدين اخرين، غير لقى شيماء بنت الناس. اما والله لا تفكت معاك من هنا ما تخرجش من المغرب، يتحيد لك جواز السفر اول حاجه وما تدوش المطار وتاخذ فيك الاجراءات القانونيه. ما بقيتيش غتشوف الشمس من عند محمد ملقب بالجن كيدعم الاخت شيماء. هاد السيد راه تعدى عليها 10 ايام الصاحبي ومازال كملتيها وجملتيها، قلتي لا انا نتزوج اي وحده بغيت، وما كنت شكون في ملك الله. اللي ما بغاتك ما بغاتكش، واللي بغاتك راه بغاتك. السلام عليكم. عليكم السلام اختي لاباس؟ الله يحفظك. الحمد لله. قولي لي انت كتعرفي شيماء مولات الضحكه والزوج ديالها، والمشكل اللي وقع عليه مؤخرا وانها تعرضت للنصب من طرف الزوج ديالها وتزوج بها مده 10 ايام ودردبها كما كنقولوا. شنو رايك بعدا في هذه القضيه؟ انا صراحه كنتبع هاد اليوتيوبر، ولكن ما كندخلش في الديتاي بزاف. مي صراحه دارني واحد الموضوع اللي خرج انه كيهضر فيه كيتطاول على البنات المغرب ولا كالبنات عامه، وكيطول على بنت الملك والله. وبنت الملك خط احمر ما خصوش يهضر عليها. هو منتحل شخصيه ديال كوماندار في العسكر لدرجه الناس كيهددهم تيقول لهم واش عارفين مع من كدويو راني كوماندار في العسكر. شنو رايك انه ينتحل واحد الصفه اللي ماشي ديالو؟ فريمون صراحه هذا موضوع خطير، لان الانسان اللي غيمشي ينتحل الصفه ديال انه ماشي كوموندون ولا اي دومين هو ماشي فيه، دونك خصو العقاب. هاد الشخص هذا راه هارب برا البلاد، باش كطالبي السلطات؟ انا صراحه كنطالب السلطات يديروا خدمتهم وهذا يبحثوا مع هذا السيد هذا، وكنتمنى ينال الجزاء ديالو. شكرا لك.